صباح الخير، كل سنة وانتم طيبين. بعد اجازة طويلة قوي بتاعت عيد الاضحى اللي فاتت دي، اعتقد الناس كلها خدت اجازة وريحت ونامت ونسيت هي بتشتغل في ايه اصلا و... واليوم اتقلب وكل حاجة بقت مش مظبوطة قوي. انا بكلم نفسي وبكلم كل الناس اللي عملت زيي. دونت بانيك، ما تدخلش الدنيا في بعض. مش لازم تظبط نومك من اول يوم، مش لازم تبقى on top of things من اول يوم. واحده واحده، دايجست كده الكام يوم اللي فاتوا، وشوف البيزنس بتاعك كان شكله عامل ازاي الكام يوم اللي فاتوا. انا بتبع طريقه بتريحني انا شخصيا لما بكون تايه عموما بقى، مش بعد اجازه بس يعني. هي ان انا بكتب كل حاجه حتى باتفه طريقه ممكن. يعني لو انا مثلا ببعت ايميل، فبكتب انا ببعت ايميل لفلان عن كذا. انا ببص على الداتا بتاعت يوم كذا، انا بتابع السيجمنت الفلانيه عملت ايه في كذا. الطريقه دي تبدو ساذجه، بس في خلال اول يوم وانت بتحاول تنظم دنيتك تاني وبتحاول ترجع on top of everything تاني، الطريقه دي بتخليك ترجع وكانك ما خدتش اجازه، او كانك كنت مركز عادي خالص مفيش اي حاجه. وكانك كنت لسه شغال امبارح على نفس الحاجات عادي خالص. على اخر اليوم هتلاقي نفسك بدات تبقى involved تاني وانجيجنج تاني وجوه كل حاجه انت بتعملها تاني. بس يعني نصيحة شخصية، دونت اكسبكت من نفسك انك تبقى بيرفكت من النهارده. واحدة واحدة. النهارده التلات في ميزة انه الاسبوع اللي متبقي منه مش كتير، وبالتالي انت هتاخد وقتك عادي في انك تدور وتطلع من الاول للتاني ومن التاني للتالت لغاية ما توصل تاني للرابع. نصيحتي برضو التانية، الويك اند الجاي بالذات لازم تشتغلوا، لانك لو بعد ما بدأت تطلع يوم الخميس وبدأت تبقى ان شيب ورحت جاي واخد اجازة تاني جمعة وسبت، اعتقد كل حاجة هتبوظ تاني، ومش هتعرف تجمع تاني انت بتعمل ايه وموجود هنا ليه، والاسئلة الوجودية اللي بتجيلنا كلنا بعد اجازات طويلة. فنصيحتي اكتب كل حاجة، حتى اتفه الاشياء. انا هبعت ايميل، انا هعمل كذا، انا هطلع الداتا بتاعت كذا، هتابع الكامبين بتاعت كذا، هقعد في ميتنج هنتكلم عن كذا. واكتب كل حاجه، مش لازم بلغه. واعتقد الافضل انك بورقه وقلم. يعني انا معايا تابلت وقلم، في ورقه وقلم وات ايفر، بس بايدك تقعد تكتب انت هتعمل ايه بالتفصيل. وبعد كده تبدا تنفذ واحده واحده، ما تستعجلش نفسك. هتلاقي في ناس جايه لك من الاجازه كانها كانت امبارح مطبقه على الشغل عادي، وجايه لك ناس تانية هتبقى مش فاكره انت مين اصلا برضو عادي. انت خليك في النص. احسن حاجه انك تبقى في النص، تطلع واحده واحده جرادولي، علشان انت ريحت حلو قوي في الاجازه اللي فاتت، فما تضيعش الطاقه الحلوه اللي انت شحنتها والراحه الحلوه اللي انت ريحتها بانك ترجع تاني تبيرن اوت. احنا يا جماعه خدنا اجازه لطيفه، فالبيرن اوت المفروض يكون اختفى. فكابيتالايز بقى على اللي انت عملته بالله عليك في الاجازه دي. وبس. وكل سنه وانتم طيبين، واعتقد الكلام ده فاليد لاي شغلانه. وبس، شكرا.